أهلا بكم في قناة رمضان يا رب. وفي حلقة النهاردة نتعرف على تفاصيل مسلسل صراع الفوسفور بطولة دنيا سمير غانم اللي هيتم عرضه في خلال شهر رمضان 2023. بس قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تظبطنا بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتكتب لنا في التعليقات عايز الحلقة الجاية عن مسلسل ايه. ويلا منطولش عليكم ونبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. رمضان أهلا مرحبا رمضان. تعود النجمة دنيا سمير غانم بمسلسل صراع الفصول في شهر رمضان 2023 بعد غيابها ب3 سنين، واللي كانت آخر عملها مسلسل باقي الحدودة 3 اللي تم عرضه في شهر رمضان 2019. ومسلسل صراع الفصول تقدم دنيا سمير غانم 3 حقائب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة. وتجسد دنيا سمير غانم خلال أحداث المسلسل بشخصية أمل التي تورث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتسبب هذا المكتبة في عودتها إلى أكثر من حقبة زمنية، وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية. المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم عدد من الشباب، ومن إخراج إسلام خيري، ومن إنتاج أحمد السبكي. ومسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، وشاركها في البطولة محمد سلام اللي اشترك معاه في كل مسلسلاتها، ويشاركهم أيضا خالد الصاوي وسيد رجب وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهلا فاخر وسلوى خطاب ومعين السيد. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهيتم عرضه في النص التاني من شهر رمضان، وهيتم عرض المسلسل على قناة CBC. وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل باقي الحدودة 3 اللي تم عرضه في شهر رمضان 2019. وبس كده نكون وصلنا لهذا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. تكتب لنا في التعليقات عايز الحلقة الجاية عن ايه. أنا خالد محمد من قناة رمضان يا ربنا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.